صباح الخير، صباح النور عليكم. اليوم غنبارطاجي معاكم بيتزا. المهم من الطريقه ديالي في الطيب غادي تعرفوني بانني داك النوع من ديال البنات اللي ما تعلمش يطيب في الدار، وانما تعلم انه يقرا ويخدم. هادشي علاش كبرت وهادشي علاش تربيت، ودابا جا الوقت باش نتعلم. المهم غنخليكم مع الطريقه ديال اكبر بيتزا قررت نصايبها ولا ما كنعرفش نطيب. وغنهضروا اليوم على الموضوع ديال اضطراب التعلق اولا لو تروبل دو لاتاشمون. كل واحد فينا كيخاف من انه يولف شي حد اكثر ما كيخاف من الوحده، او انك تكمل الحياه ديالك وحيد. هذيك الرغبه الفطريه باش اننا نرتبط بشي حد كتولي فحال شي كابوس فاش كيكون عندك جروح ديال الصغر مازال محلولين. ولو تروبل دو لاتاشمون ماشي غير مرض بسيط اولا خلل. هاد اضطراب التعلق يقدر يأثر في الحياة ديالك على الثقة بالآخرين أو الخوف من الهجر أو الرفض، ولا طريقة اختيار الشريك والتعامل مع العلاقات. والأكثر شيوعا هي تنظيم المشاعر. وهنا كيبان لنا واحد الميكانيزم دو ديفونس اللي معقد بزاف، يعني واحد الحيط اللي كنبنيوه بحجرة بحجرة باش نحميو راسنا من داك الشيء اللي محتاجين ليه أكثر من أي حاجة في العالم، وهو داك القرب الإنساني. تخيل معايا ان عندنا واحد الميزان اللي كنشوفه في السوق العادي، عنده جوج كفات. جهه فيها لو بوزوان دو بروكسيميتي، اي الحاجه باش نحسوا بالانتماء، وكفه اخرى فيها لو بوزوان دو طونومي، اي الرغبه باش نكونوا احرار وتحد ما يتحكم فينا او في القرارات ديالنا. عند بزاف الناس هاد الميزان مهرس وخاسر ما خدامش. كما كنعرفوا باللي تقريبا النص ديال البشر عايش في واحد لاطاشمون سيكوريتي اولا تعلق امن اللي هو توازن هادئ ومريح، ولكن النص الاخر كيعيش واحد الحرب داخليه اللي كيخلي ان الواحد اما كيلصق بحال الكولا في الطرف الاخر حيت كنخافو يخلينا او يسمح فينا، وكنمحيو راسنا باش هو يرضى، او لا كنكونوا فحال الحيط قاصحين وباردين وكنهربوا منين كنحسوا بلي العلاقه بدات تتخنقنا. علاش كنهربوا؟ انا غنشرح ليك. حيت في العقل الباطني ديالنا القرب او الدخول في علاقه مع طرف اخر عنده ديما علاقه او ترابط بخيبات الامل او انتظارات اللي عمرها تحقق. فاش كنا صغار شي وحدين فينا ما لقاوش داك اللي كيعطيهم الامان والعنايه. كاين منا اللي عاش في بيئه عنيفه، كاين اللي ترفض، وكاين اللي ما لقاش غير شكون يجاوبه فاش كان كيبكي. مع الاسف الدماغ كيتعلم واحد الدرس قاسي اللي هو ما تثق في حتى حد، حيت الا تعلقتي راه غادي تألم. وهذا الشيء كيكون ليبر فيجيلانس اللي خطير وكتخلع بزاف. اسمحوا لي نقطع لكم الموضوع هنايا واحد 2 دقائق فين يرتاح الدماغ ديالكم من المعلومات، وفين تفكروا في هاد المعلومات اللي قلت لكم، وتشوفوا واش نتوما عايشينهم ولا شي حد في العائله عندكم عايشهم، ولا ربما الشخص اللي نتوما مرتبطين به كيعيش هاد الشيء ما قادش يهضر عليه. حيت المشكل اللي عندنا هو انه كل شيء طابو، ما كتقدر تهضر على حتى شي موضوع في المجتمع ديالنا ومع الناس. علاش؟ لان الا هضرتي في اي موضوع يا اما كيحولوه للدين، انت قليل دين، سير صلي، سير هادي. ولكن راه واخا كتصلي، انا راه دزت من واحد البيرن اوت اللي صافي كنت كنقول غنحماق، وكل شيء كيقول لي راه صلاتك الدين، وفي الاخر انا كنصلي وكل شيء وما ما مرتاحاش وداكشي مازال في عقلي وكل شيء. المهم شوفوا هنايا العجينه كي درت ليها، المهم درت فيها زرارح، حاولت نديرها صحيه حيت ما بغيتش ندير شي حاجه اللي غناكلو زعما عجينه راك مع فتور ريجيم انا نقاد لي زوبجيكتيف جداد وداك الشيء. شوفوا كي كنلو يدي، ويلي 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 ويلي. هادشي راه تقول لي ماما عيب وعار نحطو لكم ولكن انا حيت وجهي قاصح. وفات ماشي وجهي قاصح، انا عندي شنطن، انا من النوع اللي نيشان ما كنعرفش راه ما كنعرفش، ولكن باغا نتعلم، ماشي ما كنعرفش وما باغاش نتعلم. انا كنحاول ندير لافور. انا ما كرهتش شي وحده تبقى تقول لي كيفاش ديري المسم. دابا انا ماما ما عندهاش الخاطر صراحه، هادشي علاش يمكن ما تعلمتش من الصغر. لا لا لا، انا ما كنتش كنبغي نتعلم في الصغر، كانت القرايه ديال الوقت كامل، وتدارنا من النوع اللي تيقول لك القرايه اهم من ان الكوزينه الطياب، وهادشي تيقول لك حتى الا ما لقيتيش راه تكوموندي من الزنقه.
ما غاديش تموت بالجوع. وحتى فاش ساليت القرايه وقلنا صافي غادي نبدا نتعلم، الحمد لله سالينا جات الخدمه، دات الوقت كامل، كانوا فيها بزاف ديال لي ديبلاسمون. الحماق نقدر نصبح في الرباط تلقيني مع 12 في طنجة، مع 6 العشية نكون في مراكش. هذا هو لي سيركونستانس د خدمتي. والناس اللي غيقولوا لي السبت والحد، لا يوريكم انا كنت كنطلب يا ربي السبت والحد ما يكون فيه لا مشاكل، ما يعيط عليا حتى حد يقول لي راه كاين شي فويت، ما كاين حتى حاجه. المهم هو انني انا كنحاول والكمال على الله. انا باغا نتعلم وان شاء الله شي نهار غنلقى راسي غنلقى راسي معلمه، ما كرهتش. ولكن ما نكذبش عليكم، راه هاد العجينه راه جات مفشفشه، عمرني ما توقعت انني غنصايبها وتجي بنينه بحال هكا، مفشفشه بحال هكا. الا بانت لكم شي حاجه كنديرها غلطه نصحوني في لي كومونتير، انا بغيت نصائح وبغيت الاراء ديالكم، لا كاين شي فيديوهات تبارطاجيوهم معايا علاش لا. ايوا فين بقينا؟ فاش العقل الباطن ديالنا كيربط التعلق بشي شخص بالالم، واللي كيخلي يديفلوبا عندنا ليبرفيجيلونس اللي خطيره وكتخلع، حيت كتولي عايش وحاضر راسك، كتولي تحلل اي كلمه قلتيها او تقالت لك، اي شوفه، وكتسنى الضربه منين غادي تجي. الاعتلال او لا باثولوجي ديالنا كيولي هو الحامي ديالك، لا من المحيط القاسي ولا من الناس اللي دايرين بيك. وديك لا باثولوجي كتعطيك واحد الوهم بالسيطره، ولكن هي في الواقع تتاكل منك من الداخل، تتغدى منك. واش فايت سولتي راسك علاش كنفضلوا نخربوا ونضيعوا شي علاقه زوينه على اننا نعيشوا هذاك الخوف بلاصه ما نضيعوها؟ نخلي لكم واحد الفتره وجيزه فين تفكروا في هذا السؤال، فكروا فيه وهضروا مع راسكم بصراحه، ونتمنى نشوف الاجوبه ديالكم في لي كومونتير. انا هنا راه صايبت البصله، حطيتها فوق من البوطه كاسه كتسخن تتشحر زعما، وكنقطع في الفلفله. المهم البصله هي وجدات، غنكمل الفلفله حتى هي غنحطها تشحر، وغنبدا نصايب في الحوت. المهم هاد البيتزا هادي تالمون كانت كبيره وانا اول مره نصايب بيتزا كبيره. صدق دايره النص بفروي دماغ ونص بالكفته، والنص اللي بالفروي دماغ ما كفاش فيه. المهم انا جاتني شويه خاويه وانا ماشي زدت عليها البولب. المهم واحد الفيديو، هذا واحد الفيديو اللي غتشوفوا بحال هكا انا في وسط من راسي، انا وسط من راسي مخربقه بحال هكا، ولكن كنعاودها الحمد لله والشكر لله اللي بعقلي، وعقلي مازال في بلاصتو، و واخا كاين بزاف من ديال الاصوات في راسي. المهم الناس اللي كيفكروا بزاف بحالي واللي كيعانيوا من الاوفرثينك المهم شي لعيبات بحال هكا غيفهموني. عليها انا كنهضر معكم في هذه المواضيع هادو، حيت كنشوف بان بزاف الناس ما كيهضروش عليهم، وحتى الطرف الاخر ما كيحاولش يفهمك ويقدر بانك راه دايز من واحد لا بيريود. مثلا انا في الوقيته فاش كنت كنعاني من البيرن اوت، كنت كنجلس مع ناس وكنتلاقى ناس اللي كيطيحوا مني، وما كنتش عايقه بانه راه هذاك تطيح مني وديك الهضره في راسي بطريقه ما زويناش راه حتى هي كتزيد تكمل عليا. ولكن الحمد لله دوك الناس حيدتهم من حياتي، كلشي تقاد، انا بخير في العقل ديالي، و قلت وغنعاودها الحمد لله والشكر لله. المهم انا عاودت لكم واحد شويه من شويه من بزاف عليا باش تبداو تعرفوني، تبداو تكتشفوني، وما تحكموش على الطياب ديالي. راني يلاه كنتعلم وكنحاول نتعلم، ديروني بحال خصكم الكبيره اللي ما كتعرفش طيب. واخا ما كايناش شي اخت كبيره ما كتعرفش طيب، انا الصغيره في الدار. صراحه راه البصله والفلفله جاو شويه زايدين، ولكن صافي قلت غنديرهم كاملين في هاد البيتزا باش بلا ما يبقاو شايطين. لاش تبقى
لقيتها الغدا ما تعجبنيش انا الحاجه بايته صافي اللهم تكال. ايوا نخليكم مع حريرتي انا وهذا الطياب ونكملوا الموضوع ديالنا باش صافي نساليوه. لنعد ونعود احمد. عمضره فكرتوا في السؤال ولا مازال؟ كيجي واحد النهار كتحب شي شخص كتحطو في مكان عالي بزاف وتتصغار قدامه او العكس، تتحس داك الشخص باغي ياكلك او يديرك تحت الصباط، كتولي تقلب كيفاش تهرب لديك الوحده ديالك حيت الوحده تساوي الامان. ياك بعدا متفقين بانه الوحده تساوي الامان. هاد لي زامبولسيون كيجيو من الماضي فحال شي حاجه كدافع عليك اوتوماتيك منين تشعل البطونه حمراء في راسك بلا خبارنا. كنبقاو نضروا راسنا بنفس السيناريو ونفس العلاقات القصار ونفس الخيبه. باش ترتبط بالصح وتخرج من هذا السيركل فيسيو او الدوامه خاصك تكون قادر تعيش بوحدك وتكون مرتاح. خاصك تتعلم كيفاش تبغي هذيك النسخه ديالك اللي تظلمات شحال هادي وعانات وقاسات. هذه هي اصعب حاجه. اصعب حاجه هي تصالح مع الماضي ديالك وتصالح مع الناس اللي اذوك في الصغر ديالك. ولكن اول خطوه في طريق التشافي او التصالح مع الماضي والطفوله وداك الالام اللي تعاشت في الطفوله هي انك تكون عارف بان ديك الحاجه كانت كتضرك وديك الحاجه كانت كتضرك وديك الحاجه كانت كتضرك. وراه ماشي عيب انك الا جلستي مع الدار ولا والديك وتقول لهم طرات لي هذه وطرات لي هذه وطرات لي هذه وضراتني. في الاول ما كيتقبلوهاش، كيقول لك انت واخد دور الضحيه، انت داير انت كتولي انت هو المشكل. ولكن من بعد منين كيفكروا مزيان كيلقاو بانها بصح انت كنتي طفل ما عندك لاش تعيش اولا تكون انت هو البونسين بالم ديالهم هما ديك السلم ديال البوكس اللي كيبقاو يجيو يضربوا فيها يخويو فيها ويمشيو. دابا جا الوقت فين تفهموا باللي داك الخوف راه غير واحد الصدى ديال الطفوله ديالك. هادشي ماشي هو الحقيقه وماشي هي الشخصيه ديالك دابا. ايوا هنا كنكون ساليت معكم الموضوع وكنتمنى تعطيوني رايكم في لي كومونتير، وإلا بانت ليكم شي نصيحه تنصحوني بها باش نتعلم كيفاش نطيب دغيا وهادشي ما عنديش مشكل، قولوا لي. عافاكم وبالصحه والراحه. كنتمنى ما تنساوش تفعلوا زر الاشتراك وارائكم تهموني.